يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال مرحبا يا حلوين، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أهلا وسهلا فيكم بقناتي وفيديو جديد. اليوم رجعت لكم بفيديو. بلشنا الفيديو هون إحنا كنا عند أمي وقاعد أفرجيكم البستان. ما شاء الله عندها الربيع غير شكل، ما شاء الله بيفتح النفس. وقت الربيع بالبستان عند أمي بيطلع مش بس كلها أعشاب، يعني الواحد ما بيستعملها. في مثلا اللي بإيدها كان بيسموه كبس، والكبس أو أحوارنا، في ناس بيسموها أحوارنا، بتنفرم وبتنحط مع اللبن وكثير زاكية ما شاء الله، مع زيت الزيتون للعشاء للفطور غير شكل. يوم إن شاء الله بشارك معكم طريقتها. وهون أنا بفرجيكم طالع عندها بالبستان ما شاء الله بابونج. يعني البابونج يعني مو بكل مكان بتلاقيه. فهاي عشبة البابونج ما شاء الله مفيدة، يعني ما بدنا نحكي عن فوائدها، بس إحنا هيك ما يعني من شو بيسموها منلقطهم ومنشفهم ومنصير نغلي اللي حلقه بيوجعه، اللي معدته شوي بتوجعه. البابونج ما شاء الله فوائده غير شكل. وهون حبيت أخذكم مشوار كثير حلو. المشوار وين؟ المشوار إنه بغرب منطقة مادبة في عنا منطقة اسمها الفيصلية. الفيصلية بتيجي غرب مادبة. شو فيها الفيصلية؟ الفيصلية أول شي بينزلوا منها على البحر الميت، تمام؟ وفيها جبل نيبو، وفيها أكيد يعني بتعرفوا جبل نيبو، وفيها كثير مناطق ما شاء الله. يعني طبيعة أول شي بتجنن. ثاني إشي هي فيها مواقع دينية. فيها كنيسة نيبو اللي هي حكوا فيها إنه هو المكان اللي وقف فيه سيدنا موسى عليه السلام. فيها كنيسة وفيها رمز لعصا سيدنا موسى. وشوفوا ما شاء الله هاي المنطقة بتطل يعني فيها بس توصلي عند الفيصلية وعلى منطقة نيبو بالضبط، يعني بتشوفي ما شاء الله البحر الميت كامل، بتشوفي منطقة أريحة. وأيام الصيف هيك بيكون الجو صافي، بتشوفي أنوار القدس. فهي تعتبر ما شاء الله مطلة على من جهة مطلة على البحر الميت وفلسطين، ومن جهة بتشوفي السلط، بتشوف يعني من بعيد، يعني هو مش كثير قريبة المنطقة، بس يعني فيها حتى أبراج السابع بعمان. كان أخوي يفرجينا وإحنا ماشيين يحكي طلعوا هاي مبينين هيك مربعات صغيرة أبراج السابع. المنطقة ما شاء الله من أحلى المناطق بمادبة. شوفوا مادبة تعتبر منطقة جاية بنص الأردن، هي من محافظات الأردن وجاية بنص الأردن. شوفوا مناطق الأردن سبحان الله، فيها السهل وفيها الجبل وفيها الوادي. منطقة مادبة جاية جامعة كل هاي الأشياء، فيها الجبل وفيها الوادي وفيها السهل، وهي مناطق زراعية. يعني ما شاء الله هي هون شايفين بهاي المنطقة، يعني إذا منزوم كثير بعيد بس لأنه الدنيا يعني الجو مغيم كان ولسه الطقس بارد. فمنشوف من هاي الجهة منشوف السلط ومنشوف عمان. إحنا هيك ماشيين باتجاه الغرب. هاي المنطقة تعتبر منطقة سياحية، يعني بيرتادوها السياح كثير عشان يزوروا كنيسة نيبو. هي كنيسة نيبو جاية على مطل، يعني جاية على جبل، ومنها بتشوفي مناطق فلسطين مثل ما حكيت لكم وأريحة. وبالأيام اللي بيكون فيها الجو صافي وبتكون مسا هيك شوي بتشوفي فيها أنوار القدس. هاي المناطق عدا عن إنها مناطق سياحية، فهي رموز دينية، تمام؟ فأنا ما أخذتكم على منطقة كثير حلوة بصراحة. أنا أول مرة أزورها، يعني زيكم أنا مش زايرتها، يعني ما صدفت إني أقدر إنه يعني يجي مناسبة وإني أروح أشوفها. بس يعني إحنا عنا الشباب أكثر صراحة بيروحوا على هاي المناطق، بياخدوا أكلهم معهم، بيروحوا بيعملوا شاي، بيغيروا جو هيك، بينزلوا على هاي المناطق. هاي المناطق فيها عيون مي. فأنا ماخدتكم على منطقة اسمها عيون موسى. وليش سموها عيون موسى؟ لأنه الرواية الله أعلم يعني إنه منطقة عيون موسى
إنه لما سيدنا موسى فر من فرعون هو وجماعته ضلوا يمشوا، ولما وصلوا هاي المنطقة تمام عطشوا كثير، فأوحى رب العالمين لسيدنا موسى، وهاي آية واردة بالقرآن يعني، إنه أنا أضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. فسبحان الله، فهاي المنطقة فيها، عشان هيك سميت بعيون موسى كمان، لأنه هي فيها عيون ماء، عيون المي اللي فيها عذبة، وأهل المنطقة بسموها ماء زلال قد ما هي المية صافية، وعيون المي متفجرة من الصخر عن جد سبحان الله. بس هي مشكلتها إنه شو، إنه النزول عليها شوي صعب، وهي منطقة على فكرة يعني زي البحر الميت، فأنت نازلة هيك بتحسي أذانك سكروا. عن جد كان مزعج هذا الشعور، بس يعني أنا بنزعج من هاي القصة. بس في منطقتين بالأردن اللي هي لما تنزلي على البحر الميت تحسي أذانك سكروا، لأنه هي أخفض بقعة على وجه الأرض. وكمان في منطقة وإحنا نازلين بالجهة الثانية، يعني هذيك بتكون يعني رايحين على جهة الجنوب أكثر. في منطقة اسمها الوالة كمان، هذيك منطقة الوالة كمان فيها مي، بس هذيك بفعل تجمع مياه أمطار تمام. فمنطقة الوالة كمان نزول هيك بيحس البني آدم سبحان الله إنه منطقة ضغط كبيرة، فبيسكروا الأذنين. فهاي المناطق، بس يعني هاي المشكلة أول شيء، يعني أول ما تنزلي بتحسي بالتسكير بأذانك، وبعدين بعدين عادي خلص بيروح الإحساس. يعني استمتعوا، شوفوا لي هالمناظر ما أحلاها. هون إحنا عدينا منطقة السهل وبلشنا بمنطقة الجبال والوديان، إذا بتشوف المناطق يعني خرافية عن جد. وهاي المنطقة سبحان الله طبيعة تربتها قاسية شوي يعني، فبتنمو فيها الأعشاب اللي زي الصبار زي الشوكيات وهيك. المناطق اللي كنا مارقين منها أول لا تربتها حمراء أكثر سبحان الله، وزراعية أكثر. هذيك المناطق السهل أكثر شيء بيزرعوا فيها أهل مادبة قمح، بيزرعوا شعير مثلا بموسم البازيلا بازيلا، بموسم البامية بامية وهيك يعني حمص، فاهمين علي. بس هاي المناطق هون اللي قريبة من عيون موسى فيها بساتين. شوفوا ما شاء الله، لما تروحي على هيك مناطق بتحسي حالك فصلتي عن المدينة وضجة المدينة والسيارات والزوامير. هون الهدوء مو طبيعي، يعني بتحسي حالك هيك بدك تقعدي ساعة صفا بينك وبين حالك ما شاء الله. والمناظر مريحة للعين، يعني شو على مد البصر انتي بتتفرجي، كله مناظر طبيعية ما شاء الله، إشي يعني بخليكي هيك تصفني بعظمة الخالق سبحان الله. فأنا إن شاء الله بالفيديوهات الجاي إذا عجبكم هيك فيديوهات إن شاء الله بصير أعمل لكم جولات بمناطق بالأردن أو بمادبة يعني عموما. فشوفوا هي هون بلشنا إحنا نوقف بالمنطقة، فبس اكتشفنا إنه شو إنه بعد كمية الأمطار اللي نزلت فانجرفت التربة كثير، وهون كانوا بيعملوا استراحة، لأنه شوفوا هاي المنطقة مش بس أهل مادبة يعني بيجوها حتى من كل مناطق الأردن. طلع يي محلاها يا هبة، نبغى ما أجملها. هون أنا ومرت أخوي صدمنا صراحة بالمي. شوفوا أنا حكيت لكم أنا من أهل المنطقة، وبس هاي أول مرة باجي بزورها صراحة. كانوا يرتدوها الشباب أكتر، والمنطقة وعرة يعني صعب النزول، يعني لسه هسه بفرجيكم. فهون هاي واحدة من عيون المي اللي بيعبوا منها العالم مي، وإحنا رايحين هناك أغلب العالم اللي جاية، وناس بتكون من عمان كمان ومن مناطق ثانية من الأردن بيجوا معهم قلنات مي وبيعبوا. شوفوا لي هون هاي الشجرة ما شاء الله، يعني ما بعرف قديش عمرها، يعني أنا ما بقدر أعمار الشجر، بس يا الله شو كبيرة عن جد، كبيرة وقديمة. يعني هاي الشجرة سبحان الله زي ما تحسوها شاهد على هاي المنطقة. شوفوا لي هون المناظر ما أحلاها عن جد، مش لأنها منطقتي يعني، مش لأنه أنا من مادبة، بس عن جد المنظر يعني لسه الكاميرا ظالمته كثير، يعني قد ما أوصف لكم بحس إنه حرام عن جد. شوفوا لي محلى مادبة. معلش أنا انبهرت بالمنظر على فكرة. فهون هاي المنطقة وإحنا واقفين هيك
لسه بدنا ننزل منحدر لتحت كثير إذا شايفين، والمغارة هيها بزاوية الصورة. فإحنا من هون إذا بننزلنا بندخل على المغارة، وساعتها بنشوف عيون المي. وسبحان الله هناك في شجرة تين، وبيحكوا إن في شجرة سدر كمان. بس للأسف إحنا ما قدرنا ننزل. ليش ما قدرنا ننزل؟ لأنه كميات الشتاء اللي أجت جرفت كثير صخور وجرفت كثير من التربة، فما قدرنا إحنا يعني مسكرة الطريق، يعني مش مسكرة بس إنه يعني صعب إحنا ننزلها بصراحة، فنزلوها شباب يعني، بس إحنا ما قدرنا ننزل. فإحنا هيك لفينا ورجعنا. وأحلى إشي طول الطريق هم يحكوا لي صوري صوري، مو أنا أكيد راح أصور، يعني أنا بأي مكان بروح بصور، فبالكم هون. ما شاء الله. حبيت أترك لكم الصوت عشان تسمعوا صوت المي. وهون لفينا، فهاي من الجهة الثانية، يعني هسه إحنا كنا بهديك الجهة وإحنا من الجهة الثانية للمغارة. المغارة جاية عند الشجر هون تحت بالوادي. فإن شاء الله إن شاء الله أول ما يزبطوا الطريق أحسن ونقدر ننزل، فإن شاء الله إني بوعدكم إنه آجي وأصور لكم جوا المغارة، لأنه شو ما كان هاي المناظر اللي شفناها لسه المنظر جوا المغارة كثير أحلى ما شاء الله. وهون رجعنا لأنه إحنا كمان صايمين، يعني هو المشوار مش كثير بعيد على فكرة، بس يعني إحنا صايمين والجو يومها هيك شوي ارتفعت درجة الحرارة، يعني الواحد بيعطش. وبصراحة ما كنا متوقعين إنه ياخدنا على هيك مكان. هو فجأة حكى بدي ألففكم هيك شوي بالمنطقة على أساس نروح على بستان لجوز أختي عشان نروح نتفرج هيك على شجر اللوز ونفرجي مرت أخوي على فكرة بالمناسبة، يعني مرت أخوي مش من مادبة، مرت أخوي من إربد، وكانت جاية عنا عشان زيارة يعني برمضان وهيك. فأخوي قرر إنه يشممها هوا. طبعا هو هذا أخوي الثاني، جوزها هي بأمريكا مش بالأردن، وهي نزلت ما إلها زمان نازلة على الأردن. فحب هيك يلففها بالمنطقة ويفرجيها مادبة ويفرجيها جمال مادبة. هون إحنا طلعنا من المنطقة اللي كنا فيها، وهاي المنطقة اسمها صياغة، والصياغة هي اللي فيها جبل نيبو. وهون هاي نفرجيكم هاي كنيسة نيبو. كمان هاي بدها مشوار لحالها، يعني هاي المدخل، هاي زي ما انتم شايفين جبل نيبو، وهاي المدخل تاعها. فهي يعني جاية كمان، هذيك نزلنا عليها من طريق، وهاي يعني هم بنفس الطريق يعني، بس إنه جنب بعضهم. فهون بس هيك رح يلففنا شوي ويفرجينا. وإحنا هاي الطريق يعني إذا بنكمل فيها إحنا بنكون نازلين وين؟ على البحر الميت، يعني هيك إحنا بنكون لسه مكملين وين؟ للغرب. فهاي المنطقة سبحان الله، يعني شوفوا حتى بينزلوا منها اللي بيركبوا الدراجات، يعني بيكونوا يلفوا بالمناطق، فبينزلوا منها بيكونوا نازلين على البحر الميت. سبحان الله، هون لما تطلعوا بتشوفوا طبيعة التربة اختلفت، يعني صارت الأرض هيك شوي ناشفة أكثر، صخرية أكثر. وهون بدي أفرجيكم كيف إحنا بنشوف البحر الميت. فهاي البقع اللي مبينة قبالكم هي البحر الميت. كمان هاي بدها مشوار ثاني إن شاء الله إن شاء الله. شوفوا المناطق كثير حلوة، ويعني لو بدي أخصص فيديوهات بدي كثير فيديوهات نلفف بالمنطقة هاي. فهون إحنا بوجهنا راجعين، يعني شوفوا هو كل المشوار ببين كثير طويل وبعيد، فهي كلها ما قعدت ربع ساعة يعني، أو حتى أقل من ربع ساعة، بس لأنه كمان إحنا صايمين زي ما حكيت لكم بدنا نرجع نكمل الفطور. وكنا عازمين كمان خالتي، كنت ناوي أنا أعمل لهم الفطور عندي بالبيت، بس بعدين حكيت بما أنهم مجتمعين الكل عند أهلي فخلص بنفطر كلنا عند أمي. فأنا هون هيني بفرجيكم، اطلعوا راح أعمل لكم زوم على المنطقة اللي كنا فيها إحنا قبل شوي. فشايفين هاي الشجر اللي أنا بزوم لكم عليه، وهي المغارة إحنا هون كنا قبل شوي. فشوفوا سبحان الله، يعني هيك من الشارع الرئيسي، وهيك إحنا بوجهنا رجعنا على مادبة. يعني إحنا هون بطريقنا من الفيصلية لمادبة، هي نفس المناطق فكرة يعني مثل ما حكيت لكم المشوار كله ما أخذ 10 دقايق ربع ساعة يعني. وبما أنه أخوي حافظ المنطقة ما شاء الله يعني،
ومتعود هو والشباب يروحوا. بس زي ما حكيت لكم عن جد بدها فيديوهات يعني هيك شرح بالتفصيل. وهون لما وصلنا طبعا أنا قبل ما أطلع كنت من الصبح حاطة طنجرة اليلنجي على الغاز، فطفيت عليها قبل ما أطلع. وهون بدي أعمل أوزي، قلبت اللحمة وشلتها على جنب، وهون حطيت الجزر والبازيلا والذرة، حطيت لهم شوية ماء وبهار وماجي، وبدي أتركهم هيك يتقلبوا شوي، بس بما أنهم فرزانين يعني ما راح ياخذوا وقت كثير. والدجاج زي ما فرجيتكم أنا متبلته. ناوي أحط الدجاج بالفرن بصراحة، بس لما تأخرنا شوي يعني المشوار اللي طلعناه خفت إنه ياخذ وقت، فحطيته على الغاز شوي هيك، كنت لاففته بالقصدير، وبعدين آخر شي نزلته وحطيته بالفرن. وهون كنت مغسلة الرز وعملنا أكيد فتوش وقلينا كبة. وكان في عند أمي صحن مقلوبة من قبل بيوم طبعا، لأنه أنا كنت قبل بيوم جيت قبل بيوم، أنا كانت مرت أخوي يا دوب واصلة، وجبت فطوري وإجيت أفطرت مع أهلي. وهون كانت أختي عاملة كمان شوية بيتزا، وقلينا سمبوسك وهي الفتوش، بس أنا ما بحط الخبز على الوجه لأنه في ناس ما بحب. وهيك كانت سفرتنا، إن شاء الله يا ربي صحتين وعافية، والله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. شوفوا يعني هو كمان عجقة رمضان، فأنا منيح اللي صورت يعني، فإن شاء الله أني راح أصور كمان أشياء أكثر يعني. بس شوفوا رمضان 10 الأواخر والواحد بده يتعبد وهيك، يعني والله عن جد الواحد بحس حاله كثير كثير مضغوط. هيك كانت بالآخر شكل السفرة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لي لايك، وإذا عجبتكم قناتي اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد أنا بنزله. أشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله. كل عام وانتم بخير.